قال: هل تنصحون بطلب العلم عند الشيخ عبد الرزاق البدر، الشيخ وصي الله عباس، والشيخ علي الحذيفي إمام المسجد النبوي؟ ننصح بطلب العلم عند من قد علم بالسنة والثبات فيها، وعدم الميول لا لإحياء تراث ولا لشيء من الجمعيات الحزبية، ومن علم بصفاء المنهج وعدم الكلام في إخوانه أهل السنة أو الإشارات إليهم ببعض النبز بالألقاب. فننصح بهذا، أن الشخص يتحرى من يطلب عنده العلم، أخذا بقول ابن سيرين: إن هذا الأمر دين فانظروا عمن تأخذوا دينكم، وأن لا تبتلى بشيخ يميعك ويميل بك إلى الجمعيات أو يضعف ولاءك وبراءك الذي قد عرفته عن من أخذت عنهم العلم، ويضعف أيضا فيك البعد والنأي عن أهل الأهواء فيقربك منهم بعد أن نأيت عنهم. فهذا الذي ننصح به، أن الشخص يبتعد عمن قد علمت الريبة فيه، ومن علم أيضا كذلك ميله إلى من قد عرفوا بالحزبيات، أو دفاعه عنهم، أو طعنه في أهل السنة ووصفهم بغير ذلك من الأوصاف التي لا تليق بهم، فيحذر منهم وينفر منهم. فما أنصح بالدراسة عند هؤلاء. وأما الشيخ علي الحذيفي فلا نعلم عنه إلا الغير عن السنة، ولا نعلم عنه إلا الخير، ولم نعلم أحدا تكلم فيه من أهل السنة، بل عنده غيرة عظيمة على دين الله سبحانه وتعالى، وهو رجل صالح إن شاء الله، وعرف بالصلاح وكبير في السن، ولا يعرف إلا بالخير والجلوس للناس وتعليم الناس القرآن والقراءات التي قد فتح الله عليه فيها، ويستفاد منه حفظه الله إمام من أئمة الحرم المدني، ورجل صالح فيما نحسبه والله حسيبه. أما بعضهم يقال لا ليش تنزل عند إحياء التراث، قال ما نعلم عنهم شيء، وهم يذكرون خير ويقبلوا النصح. بسم الله ونعم الوكيل. تقرر بطلابك والله إحياء التراث جمعية قد صدر منها ما صدر من تفريق السلفيين، فهي من أشد الجمعيات في السعي في التفريق بين السلفيين. فرقت السلفيين في السودان، وفرقت السلفيين في مصر، وفرقت السلفيين في اليمن، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فأنا تصرفون؟ فكيف يقال ما نعلم؟ قد نصحها غيرك، قد ذهب الشيخ صالح عن الشيخ إليهم ورأى الحزبية فيهم وشكى منهم إلى الشيخ الألباني بعد أن نزل عندهم، رأى الحزبية واشتكى من الحزبية التي فيهم ومن المخالفات. اسأل علماء، ما هو لازم أنك تقف على الحقيقة بنفسك، لا تقبل خبر الثقة وخبر العلماء فيما ذاقوا من مرارة إحياء التراث على الدعوة السلفية حتى تقف على الشيء بنفسك. هذا منهج فاسد. فخذ العلم عمن قد علم بالغير على الدعوة السلفية وبالبعد والنأي عن المنحرفين ممن قد تكلم فيهم. وهكذا بعضهم أيضا في الهند ربما يشنع على إخوانه ويحتقر إخوانه ويميل إلى تلك الجمعيات المنحرفة ويدافع عنها وتصور وغير ذلك من الأشياء. هذه الصورة عندهم أهون ما يكون، بل ربما يرونها من مصالح الدعوة هذا الطامة الكبرى، أنه يقرر الباطل ويريد أن يقرر أنها ما فيها شيء وقد احتيج إليها الآن. يا أخي أنت مبتلى بها، خلاص مبتلى بها، لا تجلس تتفلسف تقرر الحرام على الناس تقرروا بالعوام. خلاص ابتليتم بها سكتة، استغفروا ربكم توبوا إليه. أما يبقى الواحد منكم يريد يلف عناق النصوص ومصلحة الدعوة تقتضي ومصلحة الدعوة تقتضي وكيف يصل علم العالم إلى الناس إلى آخر ذلك من الفلسفة هذه. وصل علم البخاري إلينا ما معه لا قناه ولا معه شيء. الله يوصل علمك، ما هو أنت توصل علمك. والله الله إذا علم فيك الصدق سيوصل علمك إلى يوم القيامة. ما هو البخاري؟ إيش من علم؟ نحن نقرأ بكتابه ما نعرفه بيننا وبين سنوات، وقبل البخاري وبعد البخاري ما في قنوات ولا في وسائل هذه موجودة. الله أوصل علمهم إلينا
ونحن نتمتع بعلومهم الآن ونستفيد من فهومهم. وهكذا في هذا العصر قد تكون ذاك ما عندهم شيء فما ارتكبوا هذه، لكن في هذا العصر نضرب لك مثالا، الشيخ الألباني تعرف له صورة في القنوات يتكلم وينشر علمه عبر القنوات هذه، وهو إمام رحمه الله تعالى، انتشر علمه في أصقاع المعمورة ولا دخل ولا أقحم نفسه في الحرام، أعزه الله وأكرمه الله. اذهب أي قطر من الأقطار وأي بلدة من البلدان وأي واد وأي سهل لهم صلة بالعلم وسلم عن الشيخ الألباني، ماذا سيقولون لك؟ نعرفه ولا ما نعرفه؟ سواء كان عدوا أو صديقا، سلم عن هذا الإمام سيعرفونه. وهكذا الوادعي رحمه الله لا نعرف له صورة، يتصور في الإعلام. وهكذا الإمام ابن باز رحمه الله يحرم هذا جدا، ولا يأذن لأحد أن ينشر صورة له، وهو يقول عن نفسه أعمى لا أرى من يصورني، ولا يجعل من يصورني في حل فهو في حرج مني، وين علمه في الآفاق رحمه الله، مع أنهم يتقصدونه ما يحب هذا، لكن ما انتشرت له صور كثيرة، وعرفوا أنه متشدد بهذا أو مشدد بهذا الباب على الناس أنهم لا يصوروه، وعلم انتشر، فعلمك ما ينتشر بالحرام يا أخي، ما عند الله لا ينال بما بالحرام. الذي يريد علمه ينتشر في الأمر لله ويتوكل على الله. وعلماؤنا المتقدمون لا قنوات ولا صور، ولا بأس أن تستعمل الوسائل المباحة في نشر الخير، ما هو حرام، استعمل الوسائل المقروءة هذه وينشر الشخص علومه وبحوثه، هذا جيد ولا شك في هذا، هذه وسيلة جميلة. لكن يقحم نفسه في الصور ويظن الشيطان يوحي إليه ويوعز إليه أنه علمك ما ينتشر عن هذه الطريق أو عن هذا السبيل، والله أنك مخذول، أصابتك خذيلة من الشيطان وغرر بك الشيطان حتى وصلك إلى ارتكاب الحرام، وأن علمك ما ينتشر له بالصورة. لا إله إلا الله. ما هذا؟ أهل السنة دوخوا أمريكتين من أهل اليمن وما لهم صور ولا شيء، والله لا لشيخنا يحيى صورة في القنوات وهو يتحدث ويتكلم، أمريكتين منهم. من الذي عرفهم هذه الدعوة؟ الله ينشر دعوتك، لكنهم بعضهم مسكين والله تظن فيه الفقه والعلم ويخذل في هذه المسألة. ما أحسن الاستقامة على طاعة الله والبعد عن الكبائر، هذه كبيرة عندنا من الكبائر، كبيرة من كبائر الذنوب. الله لن يبارك في دعوتنا إذا أقحمنا أنفسنا في الصور، فقد تلف الحزبيون وذهبت دعوتهم مدرج الرياح. أي والله، وهم الذين قد تحذلقوا في هذا الباب وأقاموا قنوات كثيرة، مئات القنوات ربما لهم، ما في أحد زهد فيهم الناس معاصيهم جعلت الناس يزهدون فيهم في قنواتهم. فاعتبروا يا أولي الأبصار، اعتبروا بهم. وهذا عبد الله مرعي المخذول الآن يريد يقحم أصحابه في الصور، وأنها مصلحة وأنها ضرورة وأنها ربما تجب إلى حد الوجوب أو تصل إلى حد الوجوب. قبح الله هذه الأقوال، وأن الصور تصل إلى حد الوجوب. يا أخي الصور الضرورة يسمونها، ما هي حد الوجوب، خلاص مضطر، ماذا يفعل شخص جواز إلى آخر ذلك، ماذا نصنع؟ ما نعتقد أنها حد الوجوب إلى آخر ذلك، هي معصية، فلا تصل إلى حد الوجوب هذه المعصية. ولو تركها الشخص ولم يذهب الحج لأجل الصورة والله ما أنكرنا عليه، لأن الله يقول لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهذا ما يروح إلا بصورة. والله أنا ما أستطيع أن أقول أنه آثم، وهو يرى أن التصوير حرام، لكن إذا فعل هذا معنه إثم، وهكذا لو استغنى عن رخصة سيارة وقال اكتفي بأنني أركب مع غيري ولا أحتاج إلى رخصة سيارة، فما يقال أنه متشدد أبدا، ولا يقال أنه آثم لأنه ترك السياقة وما تصور من أجل سوء، لا، واجتهد ورأى أنه ما يحب الصور إلى آخر ذلك وصان نفسه عن الصور، ما في شيء. ولو فعل هذه الصورة من أجل السيارة ما في شيء، ما يصل إلى أنه يعني ارتكب حراما، فهو محتاج إلى هذا، المركوب يحتاج إليه،
وربما يتعب يركب مع الناس، يتعب ويتضايق من الأغاني ويتضايق، يريد مركوبا خاصا به وبأسرته. ما في مانع يخرج رخصة السيارة، هذه حاجة والحاجات تقدر بقدرها، ما هو حرام عليه. لكن نقول لابد واجب عليك تصور من أجل سوق سيارة، ولا واجب عليك تفعل كذا من أجل كذا. منين هذا واجب عليه؟ 1 2 1 زائد 1 يساوي 2. ما واجب علي يا أخي، ما هو واجب علي. ولكن هناك باب حاجات، باب ضرورات يقدر بقدرها. اضطرونا إلى هذا الشيء، اضطرونا إلى هذا، فنحن نحمل نقود فيها صور للناس. ماذا نفعل؟ ما نستغني عنها. فما معنى إلا الصبر والإثم على من اضطر الناس لها. أما نذهب ندخل صور في المساجد، وعندنا وسائل أخرى ندفع بها الشر، وربما المسجد ما يصلي فيه إلا 3 صفوف ولا 4 صفوف، ممكن أن تضبط بحارس، وهؤلاء المساجد مليئة بالصور. تنهك حرمة رب العالمين في بيوته، لا إله إلا الله. مخاذيل، لا يكاد مسجد للمخاذيل المتأخرين إلا فيه كاميرات. هؤلاء الحزبيون المتأخرون أصحاب الضرورات، هؤلاء فتحوا باب الضرورة كما قال الشيخ مقبل، فتحوا باب المصلحة والمفسدة مثل باب صنعاء، كله على ظهر المصلحة والمفسدة. ارتكبوا المحرمات على ظهر المصلحة والمفسدة. الخذيلة إذا أصابت أحد تعجب من كلامه. الحمد لله أهل السنة ثابتون ودعوتهم سائرة، وما اضطروا فيه يقدروا بقدره الشرعي. ما هم متشددون، لكن ينزلون الأمور منازلها ومضى دعوتهم. ما أنتم على كل شيء ضرورة وحاجة، ضرورة وحاجة، توسعتم في باب الضرورات والحاجات. ملأتم المساجد بالصور، أعوذ بالله من شركم. دروسكم بالصور، الشيخ ما شاء الله تصور، وفي القنوات كلوا زلط بالصور وكلوا زلط بالحرام واسكتوا، لا تكذبوا على الناس. ما هو إلا من أجل تنقل دروسكم للخارج وأنكم عندكم دروس علمية وعندكم كذا. نعوذ بالله من الرياء والسمعة والأكل بالدعوة. وصار لا يكاد شيخ من شيوخهم إلا وتصور الآن من أصحاب أولئك. ما هو عني هؤلاء؟ العالم لا بأس الآن محافظين قليل، الذين هم تبع من قد علمتم البرعي والجماعة، وقد أنكروا على مرعي لما أراد أن يقحمه بالصور وراسلوه وترك. لكن الجماعة الأخرى التي انشقت منهم فصاروا يتصورون الذين هم مع عرفات ومع الجماعة، هؤلاء طريقة أخرى أيضا، وصارت دروسهم تنقل وما في شيء تصوير أمور طيبة. وعبد الله المرعي يريد هذا بس يخاف هذا، لأنه يقطعوا عن الزلط، وهو يريد يأكل من هنا ومن هنا، يريد يأخذ من المشايخ ويريد يأخذ من غيرهم، وإلا سيدخل فيها ما دام النية موجودة. الله يستر عليه. ومنهج قد عرف فيها وتأويلاته قد عرفت فيها، سيدخل فيها ويقحم نفسه إلا إن شاء الله.